الأصول والخصوم، الفرق بين الأثرياء والطبقة المتوسطة. كل حاجة بيقتنيها الإنسان في حياته من حاجات وخدمات بتنقسم لنوعين أساسيين: الأصول والخصوم. الأصول هي أي حاجة بتمتلكها بتديك فلوس أو دخل، والخصوم هي أي حاجة بتشتريها وما بترجعش عليك بأي دخل، بل بالعكس بتاكل من دخلك وفلوسك. مثلا لما تبني بيت وتأجره، بيتك ده يبقى إيه؟ أصل، ولو سكنت فيه بيتك ده يبقى من الخصوم، يعني بيخصم من الدخل بتاعك. لما تشتري عربية لنقل البضاعة، العربية دي بتبقى أصل، ولو استخدمتها للسفر والتجول والرحلات العائلية، العربية دي بتبقى خصم من الخصوم. يعني الأصول هي الحاجات اللي بتحط الفلوس في جيبك، والخصوم هي الحاجات اللي بتطلع الفلوس من جيبك. الأصول بقى دي هي هواية الأغنياء، والخصوم هواية الفقراء. لو انت من الناس اللي مش مهتمين بالمسألة دي، فهتكتشف انك ضيعت وقتك ومصاريفك في الخصوم اللي كان ممكن تستثمرها في اقتناء الأصول. وبسبب غفلة الناس عن الموضوع ده، بقى في نوع غريب من الناس، وهم الأغنياء المزيفين. ودول اشتروا عربية فارهة وبيت فخم مقابل انهم يدخلوا في قرض بنكي كبير بيقضي على معظم دخلهم الشهري، فتلاقيه بيقضي بقية حياته بيسدده من وظيفته، فما بيقدرش يستغل اي فرصة استثمار تيجي في طريقه، لانه بكل بساطة مش مستعد ولا عنده الفلوس اللي تكفي للاستثمارات اللي هي بين قوسين الأصول. والسبب ان هو حط فلوسه في بيت وعربية من فئة الخصوم. اوعى تتغر من المظاهر، مش كل اللي راكبين عربية فارهة اغنياء، ومش كل اللي مش راكبين عربية مفلسين. عشان تعرف مستوى ثراء حد لازم تطرح ديونه من مجموع ممتلكاته، والنتيجة دي هي اللي هتقول لك هو غني ولا لأ. الثروة هي مقدار العوائد اللي بتجيبها لك الأصول، مقارنة بنفقاتك ومصروفاتك وخصوماتك كمان. مثلا لو واحد عنده عربية جديدة اشتراها بالتقسيط، العربية دي بقت تكلفتها 100,000 جنيه، ده معناه انه عليه دين بقيمة 100,000 جنيه. لو كان عنده بيت باسمه بسعر 80,000 جنيه ومش عليه اي سداد شهري، هتلاقي انه في المجمل شخص مفلس وعليه ديون اجمالية بقيمة 20,000 جنيه. ولو انت فرضا مش عندك حاجة، لا عربية ولا بيت، ومش عليك ديون، يبقى انت غني من الشخص ده بمبلغ 20,000 جنيه، رغم انه في الظاهر قدام الناس يعتبر اغنى منك. ده هو الثروة المزيفة. اسمع صديقي، ما تبقاش زي القطط اللي بتجري ورا ديلها. الثراء الحقيقي مش اللي بيبان على الناس، والثراء اللي بيعيشك بحال كويس هو اللي بيبقى في جيبك. الثروة الحقيقية هي انك تبقى عندك مصادر دخل شهرية اللي هي الأصول بتفوق مصاريفك الشهرية اللي هي الخصوم، وكل ما زاد دخلك عن مصاريفك كل ما كنت أكثر ثراء. افتح ملفاتك المالية وشوف ميزانيتك وشوف اي كفة منها تميل. لو الأصول غلبت الخصوم يبقى انت في طريقك للثراء، ولو الخصوم غلبت الأصول يبقى لازم تشوف في نفسك وتشوف فين بتضيع فلوسك. ليه حسابك البنكي ما بيعكسش ثقافتك المالية المتطورة؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو الجديد، فانتظرونا وما تنسوش اللايك والمتابعة. سلام.